اهلا بكم في كروات كرو، معكم امجد قناة كروات كرو. معانا النهارده لاعب جديد ينضم للزمالك في خلال ممكن الاجراءات تخلص في 10 ايام. باك يمين. سبب خروج شيكو بنزا والفينا. ملاحظات على صفقات الزمالك. خطأ عدي الدباغ وخطأ ادم كايد اللي ممكن اصلاحه. خلاصة فرع اكتوبر. شروط امام عاشور تشهد اوضه اللبس وهي الشروط بتاعته. اصابات بجملة في الاهلي. النجم اللبناني يريد تعاقد مع لاعب الزمالك. صفقات يناير يتحرك فيها الزمالك بالاسماء. ولاعب الزمالك الشاب جناح مهمل في الزمالك. واين معالي من تشكيل الزمالك، واين دور محمد اسماعيل وموهبة محمد حمد. دي كل اخبارنا. العناوين هنقول اخبار مع بعض. معكم امجد قناة كرويات كروي، ولايك سبسكرايب. اللاعب اللي الزمالك بيخلص اجراءاته، تم فسخ التعاقد بينه وبين النادي اللي هو بارون اوشينج. خلاص الزمالك نادي سوباكاو الكيني فسخ تعاقده وارسل للفيفا وارسل للاتحاد المصري انه فسخ التعاقد، وجاري ارسال البطاقه الدوليه بتاعته للزمالك عشان يقيده. هيتم القيد غالبا في الاسبوع الاول من شهر 9 اللي هو اللي جاي ده، لان الايام اللي احنا فيها ما فيهاش قيد، هيبقى الاسبوع الاول من شهر 9. باك يمين. لاعب في منتخب كينيا تحت 19. لاعب 16 مباراه، صنع 14 ما شاء الله، صنع 14 وسجل 4 أهداف. سبب خروج شيكو بنزا النهارده او بالامس عفوا، انه شيكو بنزا كان تأثير الهجومي بدأ يقل وما بيجي اصبح غير فعال هجوميا. سبب خروج الفينا الاجهاد البدني اللي بان على اللاعب واختفائه في نهاية المباراة. لكن الفينا لعيب سوبر ومهاري وحريف ما شاء الله، يعني صفقة ممتازة. ملاحظات على صفقات الزمالك. ادم كايد يلعب في مكانه بيبقى كويس، بس عايز ثقة، بيخاف يعدي واحد لواحد، بيخاف ينطلق بالكرة، عايز جرأة هجومية. لكن اللاعب عنده لمسات وعنده مهارات ولعيب كويس، بس عايز جرأة هجومية وواحد لواحد، ياخد ثقة ويعدي وعنده مهارة. فهو عايز ثقة، عايز يجرأ شوية. دي عايز جلسات تأهيل من المدير الفني والناس اللي معاه، وكمان ممكن محللي الأداء يشتغلوا عليه في هذه النقطة. عدي الدباغ مشكلته بيخرج بره ال 18، لو تواجد في الصندوق هيبقى من احسن مهاجمين مصر. الكرة مش ماشيه معاه لان الامداد ضعيف، مش جايله كرات كتيره، وهو بيطلع بره الصندوق، هو اللي بيدي كرات لزمايله، المفروض هو اللي ياخد الكرات. شيكو بنزا عايز شويه ذكاء كروي ويركز على الكوره، قابل للتطوير، عنده مهاره، لكن متسرع في قراراته، بيخاف ينطلق بالكوره، عنده سرعه اكتر من اللازم، ما بيحسبش المسافه كده، الكوره بتطلع منه اوت، بيحط نفسه في مواقف صعبه. فعايز ده شغل محلل اداء يشتغل معاه، هيبقى قابل للتطوير، هيبقى افضل. الفينا طبعا لعيب مميز، بس يلعب لزملائه، يعني يركز ان يلعب لزملائه، ما يكونش عندي انانيه. لكن لاعب سوبر ما فيش زيه في المصري، في الدوري المصري حاليا. خلاصة فرع اكتوبر. حدث لقاء بين مسؤولي الزمالك كابتن حسين لبيب والدكتور المندوه والاستاذ هشام نصر مع وزير الشباب والرياضه ووزير اسكان، وتم الاتفاق ووعد وزير اسكان نادي الزمالك بحل المشكله وإيجاد طرق لعوده الارض للزمالك. وهناك اللي هيحدث يعني تعديل او اعاده تسعير ل20 فدان من الارض، وليس الارض كلها اللي هي القطعه الاستثماريه. طيب هيدفعها الزمالك؟ لا، مش هيدفعها الزمالك، هيدفعها رجال اعمال المنتفعين بقطعه الارض الاستثماريه اللي هي ال20 فدان. هو تقريبا خدوا جزء منها، يعني هي بس 20 فدان. المهم المبلغ ده هيبقى المتر ممكن يوصل ل 150 170 الف جنيه. الفرق ده لو اعاده التسعير او التقييم هيدفع رجال الاعمال، ويتم تقديم مذكرة بالأسعار الجديدة والتراخيص الجديدة، ويتم تقديمها إلى مجلس الوزراء، وبالتالي يصعدها إلى رئاسة الجمهورية، والمناشدة لرئاسة الجمهورية وفخامة الرئيس لعملية الإسراع في الإجراءات. لكن الموضوع منتهي لصالح الزمالك، ولا قلق على أرض الزمالك. كل الإجراءات سليمة والعقود سليمة والتراخيص سليمة، والمهلة الباقية للزمالك مهلة طويلة، وهناك خطة زمنية سيتعهد بها الزمالك لإنهاء المشروع. واتضح ان الزمالك عمل مباني واجراء، يعني مباني مساحات كبيره وليس كما يتداول المساحه صغيره. فادي الفكره، وكل ده هيدفعه رجال اعمال، وتعود الارض في خلال كم يوم هتنتهي قصه بمذكره جديده باعاده تسعير للقطعه الاستثماريه.
إصابات في الأهلي لكن هناك بدائل، في إصابة ياسين مرعي، في إصابة وفي غياب محمد هاني للإيقاف، في إصابة محمد شكري. محمد شكري هيحل محله كريم فؤاد أو عمر كمال، ومحمد هاني ممكن يكون نفس القصة، يا كريم فؤاد يا إما عمر كمال، وممكن العش يبقى في الناحية الشمال بدلا من محمد شكري، وممكن يكون كريم فؤاد ناحية اليمين أو عمر كمال الناحية اليمين. النجم اللبناني بيتواصل مع الجزيري على أساس يضم اللاعب. الزمالك ما عندوش مانع إن هو نفسه يمشي الجزيري ويتخلص من حمل الراتب السنوي للاعب سيف الدين الجزيري. الزمالك من بعيد لبعيد كده بيحاول يظبط اموره، وفي طبعا بيأكد لأحمد عيد ان هو في الزمالك في شهر يناير، واللاعب اتعرض عليه التجديد تاني، اللاعب رفض ومتمسك بالزمالك. محمد خطاري الزمالك كان بيتفاوض معاه، يقال ان هو ممكن يجي في يناير، الزمالك بيأكد للاعب ان هو هينتقل في يناير بعد التفاوض مع ناديه. يهو النور من ضمن خيارات الزمالك اللاعب المتألق، اللاعب البنك الأهلي، لاعب مميز جدا. عرض خيالي لأليو ديانج، عرض خيالي، بيراميدز عارض عليه يدي راتب سنوي 3 مليون دولار. اللاعب أجل الرد لأنه مستني يلعب، لأن هو رقم 4 في مركز خط الوسط. مروان عطية، أحمد رضا، مروان عطية، أحمد رضا، وفي إمام عاشور، وفي كوكا. مروان عطية، أحمد رضا، كوكا، أليو ديانج، ده الرابع. هو لاعب الأندية عشان فيه غيابات وفيه إصابات، لكن هو هيستنى لشهر 10 أو 11 يشوف لما يرجع اللعيبة من الإصابات هيلعب ولا لا. لكن هو طبعا ما فيش فرصة إنه يلعب، ما أخبيش عليكم، في 3 قبله، تمام. فهو أليو ديانج في طريق الرحيل، إما بيراميدز أو أحد أندية الخليج. محمد حمد، أفضل موهبة مصرية، موهبة كروية، المدرب بتاعه الكابتن أحمد الكاس الحريف قال اللاعب ده يستحق إن يلعب فريق أول، وعنديه خبرة وعنديه ذكاء وعنديه شخصية في الملعب، لعيب موهوب، موهبة فذة، مهاري جدا وحريف، بيلعب جناح، وعمره مواليد 2009، يعني عمره 16 سنة، تمام. وممكن يبقى بديل ويلعب في الفريق الأول سنة ولا حاجة، تلاقيه أساسي، موهبة. بس أهم حاجة الزمالك يعمل عقد ليه احترافي لكي لا يهرب من الزمالك. أصوات تطالب بعودة اللاعب اللي كان متألق مع فريرة في المعسكر بتاعه، وكان عامل شغل وكان متألق والناس كلها أشادت بيه. حازم أسامة، جناح، إن احتمال يكون موجود في القائمة قريبا، جناح مميز ولاعب شاب وبيصوب من بعيد ومكسب لنادي الزمالك. ومعالي، والناس كلها بتطالب بمعالي كبديل استراتيجي، لاعب حريف، لاعب مهاري، لاعب ذكي، بيتحرك تحركات ذكية في الملعب، ولازم يكون بديل لألفينا. سواء حازم أسامة بيلعب شمال، ممكن يبقى بديل لشيكو بنزا، ومعالي يبقى بديل لمين؟ لألفينا. رسالة ناصر ماهر لعيب كويس، لو يركز كده هيبقى افضل ويخف الانانيه. هو بيحاول يجيب هدف، لا، لازم تلعب للفريق. في فرصتين كان ممكن يديهم لزمايله ويبقوا اهداف، فهو ممكن يتسرع فيهم. لكن ناصر ماهر مشكلته عدم ثبات المستوى، لو يركز كده ويبقى هادي في الملعب. هو لعيب عنده مهارات وعنده قدرات وبينقل كورة وعنده مهارات فردية عالية جدا، فهو بس عايز شوية تركيز شوية في الملعب وثبات مستوى. دونجا في تحسن، لكن الجمهور يطلب أكثر، ومطلوب من دونجا يهدى على نفسه شوية وما يدخلش في لعبات قوية، وفي نفس الوقت ما يعترضش على الحكم. قبل كده يعني كان بيعترض على الحكم، وفي كل ماتش ليه تدخلات صعبة، يخلي باله دونجا، لأن كده ممكن يطرد ويبقى لاعب عنيف، والحكام تاخد فكرة عنه لاعب عنيف. صفقة جديدة تحتاج فرصة أكبر. أحمد شريف واضح من لمساته، استلامه للكورة، تحركاته، جرأته على المرمى، ان اللعيب كويس، عايز وقت ياخد له كام ماتش ويتحمل الضغوط الجماهيرية، وبيلعب في نادي كبير زي الزمالك. هيكون احد نجوم الزمالك احمد شريف، افتكروا الاسم ده، احمد شريف هيكون لاعب مميز. هذا اللاعب حان وقت دخوله التشكيل الاساسي. مين اللاعب ده؟ بعد اخطاء حسام عبد المجيد في التسليم والتسلم والونش
والأخطاء اللي بتحصل في ناحية طلوع بالكورة وأخطاء بنتايج، أنت محتاج محمد إسماعيل أفضل لاعب في مصر يطلع بالكورة من الدفاع وعنده مهارات. وإذا كان في الناحية الدفاعية الونش أو حسام أفضل منه، لكن هو برضه في الناحية الدفاعية ليس سيء وتمام، ممكن يشتغل نفسه ويوصل لمستوى في الناحية الدفاعية والالتحامات، وهو لعيب حريف بيخرج بالكورة، بيطلع يلعب كرات طولية سواء أرضية أو كرات عالية هوائية بشكل قوي، ولعيب مميز. وحان وقت مشاركته لتأمين دفاع الزمالك، لأن هناك أخطاء من المدافعين. ومحمد صبحي هو طبعا مش هيشيل عن محمد صبحي، بس هو ممكن يخفف عن حسام عبد المجيد والونش وبنتايج في الكرات تتقطع في مناطق خطرة في الزمالك. فحان وقت إعطاء الفرصة لمحمد إسماعيل صفقة الزمالك الجديدة. دي كانت كل أخبارنا، وزي ما قلنا البانر بتاع الاستوديو الجديد ممكن يكون يوم الأحد إن شاء الله يكون يتركب، وعملنا بيه فيديو إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله. تحياتنا ليكم، لايك سبسكرايب، وكل الناس تكتب تعليقات ونرد عليهم، وتحت أمركم نشرف بيكم. وكان معكم أمجد كروات كروي، إلى اللقاء، ولايك سبسكرايب دايما كل ما هو جديد في كروات كروي. سعدت بيكم وإلى اللقاء.